المطربة حنان ماضي صاحبة الصوت العذب وتفاصيل كتير عن حياتها. نبدأ بزواجها. فاتجوزت المطربة حنان ماضي من الموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن. أثمر الزواج عن بنت وحيدة، وفي سنة 1989 قرر الموسيقار ياسر عبد الرحمن أنه يصدر أول ألبوم للفنانة حنان ماضي بعنوان عصفور المطر، الأغنية اللي اتعرفت من خلالها وخصوصا بعد تصويرها، وكانت من كلمات جمال الشاعر. الأغنية كان توزيعها وموسيقتها مختلفة تماما عن النوعية اللي موجودة في الوقت ده. كان بطل الموسيقى في وقتها آلة الكمان عشان تستمر التجربة بألبومات تانية زي في ليلة عشق سنة 1992 وألبوم إحساس سنة 1996 وألبوم شباك قديم سنة 99. بعدها انفصلت الفنانة حنان ماضي عن الموسيقار ياسر عبد الرحمن، وتغير شكل الغناء وقتها، والفنانة حنان ماضي ملقتش لصوتها مكان، ولكنها فضلت تغني تترات مسلسلات كان آخرها آسيا. ولكن القنوات الفضائية والإذاعة كانت بتعرض باستمرار أغانيها القليلة جدا اللي ما تعدتش 33 أغنية. الفنانة حنان ماضي من مواليد 1966 في محافظة القاهرة. والدها هو محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم اللي كان بيجلس في الصف الثاني في الفرقة. اتعلمت الموسيقى منذ صغرها وكانت بتتقن جدا العزف على آلة الكمان زي والدها. بعد ما كبرت التحقت بمعهد الكونسرفاتوار. أثناء دراستها في المعهد كان زملائها بيستعينوا بيها كمطربة وليس عازفة. اتعرفت من أساتذة المعهد إنها صوت جميل وليس عازفة، ولما تولت سميحة الخولي عمادة المعهد كانت دايما بتطلب منها إنها تغني مع العزف على الكمان. انضمت الفنانة حنان ماضي لأوركسترا المعهد وسافرت معظم دول أوروبا كعازفة كمان مع الأوركسترا، منها ألمانيا وبريطانيا والمجر وكندا. كانت بتعزف مقتطعات الموسيقى العالمية لكبار الكلاسيكيين. بعد تخرجها من المعهد بتقدير امتياز بدأت مسيرتها الفنية اللي كانت سنة 89، وحققت شهرة كبيرة جدا في فترة التسعينات. سبب ارتداء المطربة حنان ماضي للحجاب، فقالت في لقاء ليها إنها جالها كورونا وقعدت فترة طويلة جدا تعبانة بتموت، ولقيت شيخ بيقول حاجات كتير عن الحجاب، وكان تفكيرها تفكير واحدة بتموت، فقررت ساعتها انها تتحجب، وده احلى حاجة حصلت لها. واكدت المطربة حنان ماضي على ان لبسها كان محتشم جدا قبل الحجاب وما كانش بينقصها غير ارتداء. المطربة حنان ماضي وأم كلثوم والخمسة جنيه. حكت المطربة حنان ماضي في اللقاء ليها موقف جمعها بالمطربة الكبيرة أم كلثوم، وقالت إن والدها كان بياخدها معاها البروفات، ففي مرة من المرات أخدها وقعدت تعزف على البيانو لحد ما أم كلثوم جت سلمت عليها وخلتها تقعد جنبها، وفجأة النور قطع عشان تكمل أم كلثوم البروفا، وكأن النور موجود وكل الفرقة شغالة. وبعد ما النور جه قالت لها أم كلثوم برافو عليك يا حنين إنك ما خفتيش، واديتها 5 جنيه. تألقت حنان ماضي في تترات المسلسلات، ومن أهم التترات مسلسل اللقاء التاني ومسلسل المال والبنون. المطربة حنان ماضي وعمر خيرت. الموسيقار عمر خيرت اتعرف على حنان ماضي وضمها لفرقته كعازفة كمان. شاركت مع الموسيقار عمر خيرت في ألبوماته زي العرافة والعطور الساحرة وكل أعماله اللي كانت في فترة الثمانينات. تأخير علي الحجار عن البروفا اداها فرصة غناء تتر اللقاء التاني. أثناء تسجيل تتر مسلسل اللقاء التاني كانت الفنانة والمطربة حنان ماضي موجودة في الاستوديو كعازفة كمان، وبسبب تأخر الفنان علي الحجار عن بدء التسجيل طلب منها الموسيقار عمر خيرت مؤلف موسيقى المسلسل إنها تسجل الأغنية بصوتها لحين وصول علي الحجار. وبعد وصول المطرب علي الحجار للاستوديو سمع صوتها، فطلب من الموسيقار عمر خيرت إنها تصاحبه الغناء في التتر، ومن هنا لمع اسمها الفني عشان تعيد التجربة في تترات أخرى. المطربة حنان ماضي وعمليات التجميل. كشفت المطربة حنان ماضي في لقاء ليها إنها كانت بتنوي إجراء عملية تجميل عشان تشيل اللغط، ولكن تراجعت على الفور، ولكن بعد الحجاب شالت الفكرة من دماغها تماما. وهنا خلص الفيديو. لو عجبكم لايك وشير وفولو للبيج.